بس عايز اقول لك على هنا، بس احنا في هنا احنا دلوقتي مخلصين تمرين من برج العرب. طيب اتفضل. واحتجزنا والامن قال لنا ما تتحركوش عشان في الطريق مقفول وخطر ان انتم تتحركوا، فاحنا محجوزين بقالنا ساعه. ولسه كنت بتكلم انا مع الحاج محمد امبارح بقول له شايف الهنا اللي احنا فيه اهو ده استكمالا للهنا. لا محتجز ايه الاسباب؟ وضح لنا بقى صوره. انت خضتني كده بصراحه. لا احنا يعني قالوا لنا مش مفيش حد هيتحرك دلوقتي، مش هتتحرك الاتوبيس لان في قطع للطريق وفي مظاهرات وفي ضرب نار ومش عارف ايه وحاجات كده يعني. مظاهرات وضرب نار. يعني الامن معانا واحنا قاعدين في السكن الجيش العسكريه في الاستاد يعني لحد ما ربنا يجيب الخير. فهنتكلم معاك في الكوره. اقول لك ايه بقى يعني، خلي اشرف يتكلم شويه. هتكلم في ايه برضه؟ هتكلم في ايه؟ انا مش عارف. لا احنا كنا عايزين نطمن عليكم بس مش اكتر. ما هو لازم بقى نطمن ولازم نعرف. بس شفت الحوار اللي كان ضرب احنا برضه يا كابتن ده يمكن في الاول برضه بنتكلم علينا. احنا بنقول له بنلتمس العذر للمنتخب الاول سواء او المنتخب الاولمبي. طبعا الله يكون في عونهم. لا دوري شغال ولا في استقرار ولا في انت عارف هتلعب ماتشك على اي ملعب ولا بجمهور ولا من غير جمهور. كل الكلام دوت. فانا بقول الله يكون في عونهم، ما حدش بايس على النتائج. لا احنا كمان بنحاول كلنا مع بعض يعني. حاولنا نلعب المباريات ايا كانت المباريات، حاولنا نتمرن، حاولنا نجدد في الفريق، حاولنا نثبت عناصر من صلاح وحجازي والشناوي والنني. حاولنا يبقى في لعيبه جديده زي باسم وتمساح ومكي وعاشور. حاولنا نرجع الخبرات تبقى موجوده. فعلى قد ما بنقدر بنحاول في الشغل الفني على قد ما بنقدر. بس ساعات كده دايما انتوا احنا كلنا في المركب بتجيلك حاجات بره عنا يعني. احنا في الست شهور اللي فاتت كلها صعوبات. صح. ما هو حضرتك بتعوم ضد التيار يعني. انت بتعوم ضد التيار العام بقى بشكل عام يعني. انت عايز حاجه معينه والناس ما فيش حد عايز يساعد حد للاسف يعني. بالظبط كده. لكن نتمنى يا رب الخير للبلد وانها تمشي، لانه برضه من غير استقرار البلد لا هيكون في رياضه ولا اقتصاد ولا علوم ولا اي حاجه. احنا بنتكلم عن الجزء اللي يخصنا الرياضه. بنتمنى لانه الاستقرار ووجود رئيس بالخناقه اللي شغاله دلوقتي لما يجي يمكن يكون في استقرار. يمكن نتمنى ده. فحتى يعني انا دلوقتي انت عارف انا قلت ايه للعيبه اشرف يا استاذ محمد؟ قلت لهم احنا متعطلين عشان في عربيه بطيخ وقعت في الطريق بس فبيفضوها. طب معقوله؟ خايف والله خايف اخدهم. طب اقول ايه؟ ما هو كل واحد عنده اولاد وعنده بيت. والنهارده انت بتسمع الخبر هنا وهنا وهنا واحنا مش عارفين حاجه. اي نعم طبعا احنا قاعدين هنا والناس مأمنه وكل حاجه. بس انا مشكلتي طيب بكره. طيب هو مكان الاقامه الاعاشه اللي انتم موجودين فيه فين يا كابتن ضياء؟ يعني انتوا هترجعوا القاهره؟ في برج العرب. في برج العرب. مسافه قد ايه تقريبا اللي بتفصل ما بينكم وما بين المكان اللي انتوا تبقوا موجودين فيه؟ ما بيننا احنا في الاستاد دلوقتي. انا كنت مخلصين تمرين بيننا تلت ساعه. تلت ساعه من الاستاد للاقامه يعني. تلت ساعه ما بين ده وما بين ده. ورغم كده في قطع طريق في التلت ساعه دي. يعني احنا بنتكلم عن المفروض ان هي مساحه صغيره. لا ما هو انت لازم برضو الناس خايفه تمشينا. طالما الامن قال لنا مش حدش يتحرك يبقى اكيد هم عندهم الحس الامني ده اكتر مننا. طيب التامينات عامله ازاي؟ التامينات اللي حواليك زي الفل. حاجه فوق يعني كله زي الفل. انا بكلمك على الجو اللي انت عايش فيه، جو كروي او جو استعداد. انت في حاجات كتيره متشابكه وداخله على بعض. هو ده اللي انا بتكلم فيه. وبتكلم فيه لانه واقع. ما بقولش انها دي اعذار وبتاع، ده واقع يعني انا بقوله. لكن انا بطمن كل الناس ان احنا قاعدين في الاستاد ومعانا قوات مسلحه ومعانا قوات امن من مديريه امن اسكندريه والدنيا زي الفل. احنا بنتكلم على ما بعد كده احنا مش عارفين. طب انا عايز اسالك سؤال بقى وتجاوبني بامانه بقى. انا عايز اعرف انطباع الراجل دلوقتي عامل ازاي؟ انطباع واحد زي باب برادلي ده شاف يعني الويل بصح احنا هنا ظبطناه. انطباع عامل ازاي؟ قال لي ليه؟ فقلت له في يعني احتجاجات شويه. فبيقول لي علينا احنا؟ قلت له لا مش علينا احنا. على حاجات ثانيه مش علينا. هيحتاجوا علينا ليه؟ ما حدش واخد باله مننا. قلت له لا مش علينا. فالراجل ممتثل زينا. هو انتوا عليكم حد واخد بالكم منكم خالص؟ ده الناس مش عارفه ان في ماتش من الجمعه كابتن ضياء. ما هو انا خايف بس ان يا رب تلاقي بقى حاج محمد بالطريقه دي. لانك الناس جايه من بره يوم 30. فانا مش عارف بقى بكره وبعده ايه اللي هو يعني. المفروض اقامه الفريق الضيف والحكام في اسكندريه. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا مجهزين اسئله
وعايزين نتكلم عن المنتخب الاول، والاستاذ سيف وكابتن اشرف واحنا داخلين متفقين ان احنا عايزين نتكلم عن المنتخب الاول، ما لناش عين نسال حضرتك نقول لك ناوي تعمل ايه في الماتش وانا ما انا بقول مش عارفين نكلمك ازاي وانت راجل دلوقتي لا محتاج. بس هقول لك على حاجه، هو الله يكون في عونهم، هم في موقف صعب جدا خارجيا مش داخل، مش فنيا. انا مش هتكلم على الفنيا خالص. لا مش فنيا. هو دلوقتي عايز يجهز اللعيبه ذهنيا في اللقاء ده، هو بيبعد عنهم كل المشاكل اللي موجوده دلوقتي حواليهم وهم بعيد عنهم. يعني الامور يعني الله يكون في عونهم بصراحه. يعني انا حتى المكالمه دي هتلاقي كل اهاليهم كلموهم دلوقتي بعد ما انا قلت لهم عربيه بطيخ. لا عربيه بطيخ ايه؟ ده بطيخ. الله يتعسل يا كابتن ضياء والله. الله يتعسل يا كابتن ضياء، روحك دي هي اللي بتعدي الامور بشكل كويس كل مره. اعمل ايه؟ احنا بنحاول يا ابراهيم، لكن نتمنى ان الامور تعدي ويجي لنا امر دلوقتي. طبعا عامه كابتن ضياء بالنسبه في عجاله كده بالنسبه للفريق الحاله العامه من الناحيه الفنيه، في اصابات، في حد بيشتكي من حاجه؟ تمام. عبد الواحد السيد اخباره ايه؟ عبد الواحد هو بس احنا على اتصال بيه، هو كان ظروف مرض بنته، واحنا عبد الواحد يعني هو يمكن طلب انه خلاص هنتحرك اهو، كلنا الفرجه. طيب الحمد لله على الهوا والحمد لله. الحمد لله هنتحرك اهو، لكن عايز اقول ان هو ان شاء الله هيكون بره بس الماتش الاولاني، ونتمنى ان شاء الله ان الامور تكون كويسه ويكمل معانا بقيه الثلاث مباريات ان شاء الله. طيب بالنسبه لبقيه العناصر كلها كله يعني كل العناصر كلها صغير وكبير بصراحه الشغل ماشي كويس والتمرين ماشي بشكل كويس. استقريتوا على التشكيله يا كابتن ضياء ولا لسه؟ 100% ان شاء الله الامور كلها منتهيه، وان شاء الله يعني نتمنى ان تكون الامور ماشيه كويس على يوم المباراه، ما يكونش في اصابات. في حد كابتن ضياء 3 تمارين ويعدوا على خير باذن الله. كابتن ضياء في حد من عناصر المنتخب الاولمبي تاني غير الاربعه الموجودين معاك ممكن ينضم في المعسكر ده، ولا خلاص استقفلتوا على كده؟ لا ممكن الناس اللي لما ترجع حد ممكن يكون مروان يكون موجود ان شاء الله. اعتقد مروان محسن مش كده؟ طيب هل في تفكير في محمد صلاح يكون معاكم باستمرار ولا لا؟ لا محمد معانا باستمرار. معاكم باستمرار. نني معانا باستمرار. وان شاء الله حجازي معانا باستمرار. طيب. والشناوي معانا باستمرار. الاربع ماتشات بعد عارف احنا هنخلص 30/6 من اول 1/7 كله هيروح مع الكابتن. يعني مش هيكونوا موجودين مع كابتن، ده سؤال الحقيقه للكابتن اشرف، مش هيكونوا موجودين مع الكابتن هاني رمزي، هيكونوا موجودين مع حضرتك مع المنتخب الاول. احنا منسقين فيه من زمان. طب دي نقطه مهمه انا حابب توضحها، دي نقطه مهمه جدا. دايما بنتكلم فيها وبنكررها وهي منتهيه يعني. احنا شهر 4 كان كله مع هاني طب معلش يبقى انا بقى معلش هطلب منك تقول لي الاسماء تاني علشان نكتب وراك، عشان نبقى احنا يعني بنتكلم بشكل برضو منطقي. محمد صلاح خلاص مع المنتخب الاول، والنني وحجازي والشناوي وحجازي، صح كده؟ بالظبط. خلاص ده متفق عليه ان هو هيكون موجود مع المنتخب الاول. ايوه بس خد بالك هو من اول 7 كل اللعيبه حتى لو عايز لعيبه كبيره هيبقوا معاها هاني لحد بدايه الانطلاق 26 سنه. ده في اطار التعاون، يعني مفيش حد من دول اذا معناها يا كابتن ضياء مفيش حد من دول مع المنتخب الاولمبي في كاس العرب؟ لا ما اعتقدش ان شاء الله. صعب مفيش حد خالص من دول. طب كابتن ضياء احنا اثرنا هنا واحنا بنتكلم موضوع وانا عايزك تاكد عليه، انا عارف رايك فيه بس عايز ناكده على الناس تاني، ان الهدف من المنتخبات الاقل سنيا، المنتخبات اللي هي منتخبات الناشئين عامه او شباب او الاولمبي طبعا. الهدف هو الفريق الاول. هو ده انت لو تلاحظ كل الدول، حتى تلاقي الدول في دوري الطولون بتلاعب منتخب الشباب. حتى في دول مش مشاركه في الاولمبياد. ده الكلام اللي قلناه. دايما الناس تقول الواجهه الاولى لاي بلد هو المنتخب الاول. علينا ان نعد المنتخبات الاقل سنا ونعدها بشكل تحفيزي ويدخلوا البطولات ونحفزهم انهم ياخدوا البطولات، بس في النهايه لازم كل المنظومه تبقى عارفه ان الهدف هو تفريغ جيل دولي للفريق الاول. ده مهم جدا جدا، لازم المفهوم ده يتعمم عند الناس كلها علشان ما يبقاش فيه لا ضغط على الاولمبي ولا ضغط على الشباب. لازم نحفزهم انهم يعملوا حاجه كويسه ويلعبوا كويس، ولو قدروا ياخدوا البطوله ياخدوها لكن بدون ضغوط. لازم الناس تبقى عارفه ان الناس تشتغل وتفرغ لنا 5-6 لعيبه 7-8 لعيبه. يمكن يعني بكل تاكيد حضرتك ما كنتش بتتابعنا، بس كنا بنتكلم قبل المباراه عن ضربنا كده الحقيقه مثال بحضرتك وانت كنت مع منتخب الشباب معكش غير 7 لعيبه وبعد الثوره والامور صعبه جدا، واكلم حضرتك في التليفون على الهواء
15 لعيب فعلا بالظبط، واكلم حضرتك تقول لي لا انا رايح ورايح اعمل حاجه كويسه، وانا مش رايح تمثيل مشرف، وما شاء الله ظهرنا بمستوى طيب للغايه، وظهرت الفرقه بشكل كويس. وقدمنا 5 لعيبه وقدمنا 5 لعيبه يعني الاولمبي والاول باذن الله ان شاء الله. الاولمبي النهارده اللي بيلعبوا الولاد الصغيرين في المنتخب الاول دي خطوه كويسه. بعد ما نخلص ثاني هيبقى قوام المنتخب كمان سنه تقريبا الفريقين الاولمبي والاولمبي كله، ما بقاش في شباب دلوقتي. بالظبط. هو اسالوا اشرف لعب ازاي، عدى على كام منتخب وبعد كده لعب. حسني وعماد لعبوا من خلال منتخب مين؟ جمال حمزه والناس اللي دفعه شوقي غريب لعبوا من خلال كله. هو ده الهدف. صحيح. مبروك الفرج يا كابتن ضياء. ربنا يخليك. احنا بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. معلش لكن ربنا يكملها على خير ان شاء الله. كابتن ضياء السيد المدرب العام لمنتخبنا الوطني، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب سبحان الله الامور يعني بتبقى صعبه، بعدين يبقى في